اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي للكيك. معايا كوباية من الدقيق. لازم تنخلي الدقيق قبل ما تعملي اي حاجة. الكيك والمعجنات لازم يكون الدقيق منخول. خلاص، دي تاني كوباية. هعمل الكيك بكوبايتين من الدقيق بس، وهتطلع تحفة. لو انت اول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري الكل، وحطوا اللايك واكتبوا كومنت حلو زيكم عشان تشجعوني انزل فيديوهات. نخلت دي خلاص، هحط ذرة ملح يعني ربع معلقة صغيرة. وهجيب كيس من البيكنج باودر هحطه، وهنخله كمان، يعني كل دوت هحطه في المصفى بتاعتي. اللي ما عندوش منخل يعمل في المصفى عادي، هي النتيجة. خلاص كده بقى، بعد ما نخلت الكوبايتين هجيب بقى الخلاط بتاعي، احط فيه كوباية سكر بس، ايه، من اللي هو الكوباية المتوسطة، مش الصغيرة ولا الكبيرة. من كل حاجة يعني نفس الكوباية. خلاص، كوباية سكر صغيرة، كوباية لبن، ونص كوباية زيت او كوباية الا ربع. خلاص. كده حطينا السكر واللبن والزيت. هنجيب 3 معالق من الكاكاو الخام، وهنضرب ده كله في الخلاط. تمام. نضربهم بقى في الخلاط، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اما تيجي تضيفي في الخلاط لازم تضيفي المكونات السائلة الاول، مش الكاكاو. يعني الكاكاو ده تحطيه اخر حاجة علشان بيتقل الخلاط. هشيل بقى كوباية من الشوكولاتة دي احطها في التلاجة. هقول لكم هنعمل بيها ايه. وهناخد بقية الكمية، هنزل عليهم ببيضتين. ما تنسيش تكسر البيض بره الاول، علشان لو في بيضة بايظة ما تبوظش الوصفة بتاعتنا كلها. هنزل عليهم بكيس فانيليا. وهحط كمان معلقة من الخل. ضروري نحط في الكيكة معلقة من الخل علشان بتساعد على رفع الكيكة. هنزود نص كوباية لبن. لو ما عندكيش لبن زي كده يبقى هتزودي نص كوباية مية. نص كوباية مية علشان ايه القوام بتاعها يخف شوية، علشان اعرف اقلبه على الدقيق. هنقلب بقى البيكنج باودر مع الدقيق، نقلبه كويس عشان ما يمررش. وهنزل بقى بالخليط بتاعي اللي في الخلاط، وهقلب يعني ايد بتقلب وايد نازلة بالخليط بتاعي. دي كيكة الشوكولاتة، سهلة وبسيطة جدا، مكوناتها من البيت. امشي بس على الخطوات والمقادير وهتطلع معاكي تحفة. كده خلاص بقى، بعد ما قلبت القوام بتاعي، ما تخليش القوام بتاعك تقيل قوي ولا خفيف خالص، يعني في النص. تمام. وما تقلبهاش قوي برضو. هنجيب الصينية الوسط بتاعتنا اللي هي في مقاس، يعني الثلاث صواني، المقاس اللي في النص. وهدهنها زيت وهنزل بيها بالعجينة بتاعتي. اهم حاجة التسوية، ما تولعيش الفرن قبلها بكتير، يعني ما فيش يعني 5 دقايق واقل كمان، ما يبقاش الفرن سخن. وهرفع الرف بتاعي، يعني رف بس، يعني مش هخليه ملامس للنار على طول. وما ما تفتحيش عليها الباب خالص. اهم حاجة الباب ما يتفتحش على الكيكة، عشان لو فتحتي الباب عليها الكيكة هتبوظ. عايز تعرفي ازاي انها استوت ولا لا؟ لان هي شوكولاته، مش هعرف اذا كان الوش اتحمر ولا لا. هجيب خله او سكينه وانزلها في الكيكه بتاعتي. طلعت نضيفه يبقى انا كده الكيكه بتاعتي ايه، تمام. استناها بقى لما تبرد، هقلبها على الوش التاني، وانزل بكوبايه الكاكاو اللي احنا شلناه، كوبايه الشوكولاته اللي احنا شلناها، وهوزعها بقى على الوش كده. ودي بقى كيكه الشوكولاته بتاعتنا. طريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم، جربوها. وهبدأ اقطعها بقى، وهو ده شكلها النهائي بعد لما خلصتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة. ومع السلامة، اشوفكم فيديو جديد.